الرئيس السيسي طالع من كام يوم مش عاجبه البلد وشايف ان هي خرابة، وقال لك ايه هي دي بلد؟ ده قالوا لي ايه خد دي. انا عايز افهم مين اللي قال لك خد دي. انا عايز افهم، انت راجل عامل انقلاب وزي الفل، مين اللي قال لك خد دي؟ تمام، دي اول حاجة. وبعدين تاني حاجة، يعني هو اي حد يقول لك خد ديت تقوم واخد؟ مجاز بيديك حاجة مش كويسة يعني ممكن تاخد حاجة ما تعجبكش، يعني اي حد يديك حاجة تاخد. طيب دلوقتي الرئيس السيسي ده المفروض ان هو مرشح المؤسسة العسكرية. طب لما يبقى واحد بالمنظر ده والمفروض ان هو ايه الطب، يعني ده وش القفص اللي ايه رشحوه للرئاسة يعني من المؤسسة العسكرية، امال المفعص اللي جوه عامل ازاي؟ انا عايز افهم. وبعدين يا عبدو، مين اللي خرب البلد ومين اللي ايه غرقها في ديون ومين اللي سلمها للبنك الدولي غير حضرتك؟ وجاي دلوقتي تلوم على الشعب وتطلع الناس ان هي السبب في فشل الدولة؟ روح. انا عايز افهم حاجة بس، مفيش واحد شريف في المؤسسة العسكرية يوقف المهزلة دي؟